السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاب ضعيف بيحصل على حجر سحري بيديله قوة خارقة. يا اهلا بكم يا اصدقائي، جبت لكم النهارده انمي اقل ما يقال عليه انه خرافي، عشان كده قررنا نعمله لك على جزئين عشان تستمتع بادق التفاصيل. ويلا بينا بقى عشان نبدا. الانمي بيبدا بشاب شكله غريب حبتين، وهو معدي الشارع بس عمال يبص في ساعته وبيقول الوقت كتحان، ومن غير ما يستنى الاشارة تقف بيقوم معدي قدام العربيات، وفجأة العربيات كلها بتعمل حادثة. بس على ما يقفوا ويبص حواليهم بيكون الشاب ده اختفى من المكان وكان مالوش اي اثر، عشان ساعتها ننتقل لمكان تاني خالص، وخاصة في المكتبة، وفي بنت اسمها شين قاعدة تذاكر، لكن بيظهر مجموعة رجالة وهم داخلين عليها. وتخيل كده يا عزيزي كل واحد فيهم طالع من حيطة، يعني مش داخلين من باب زي الناس العاديين. الرجالة دول بيبقوا شكلهم غريب شوية وتقريبا كده عاوزين يخطفوا شين، لكن شين نفسها بقى تسمع حد يتكلم عليها، ومش عارفين مصدر الصوت ده جاي منين، والصوت ده بيطلب منها تتحرك في المكتبة في كل مكان، او زي ما تقول بيدلها تخرج من المشكلة دي ازاي. فبتفضل تلف حوالين نفسها لحد ما بتلاقي باب بيوصل لاوضه تانية شبه المخزن، وبرضه الرجاله ماشيين وراها ويا دوب بيكسروا الباب عشان يدخلوا عليها. بيظهر نفس الشاب اللي اختفى في البدايه وبيسحبها معاه، وعلى ما الرجاله يطبوا عليها بتكون اختفت وملهاش اي اثر، عشان نتفاجئ بقى ان الشاب ده شايلها وبيجري بيها بره في الشارع وعمال ينط بيها من كل بلكونه شويه. لكن الرجاله دول كانوا قادرين يتبعوه من خلال طاقه جسمه لحد ما واحد فيهم بيضرب عليه شحنه كهربائيه، بس الشحنه دي ما بتعملش فيه اي حاجه، والشاب ده بيقوم متعصب ولافف لهم ومدور الضرب فيهم كلهم، ولا واحد فيهم كان قادر عليه لانه كان بيظهر ويختفي في الثانيه اكتر من مره، وزي ما تقول كده بيلف من وراهم عشان يتغلب عليهم، ولحد ما يخلص عليهم كلهم بيطلع منه برق ورعد وحاجات اشبه ما تكون بالشحنات الكهربائيه، حاجه كده شبه الالعاب اللي كنا بنلعبها زمان، بس طلعت حقيقه تقريبا واحنا مش واخدين بالنا. المهم يا سيدي بعد ما الشاب ده يخلص على كل الرجاله فجاه المكان بيهدى وبنشوف شين وهي نايمه في المكتبه لسه وكأن مفيش اي حاجه حصلت، بس بنلاحظ حاجه غريبه قوي، انها ماسكه نفس الساعه بتاعت الشاب، زي ما تقول الساعه دي رجعتها بالزمن عشان تحس انها كانت بتحلم، بس اكيد كل اللي حصل ده ما كانش من وحي خيالها مثلا. ويلا بينا ندخل في التقيل بقى. ما بيعديش كتير وبنشوف نفس الشاب قاعد مع شين في حانه ومعاهم شويه من اصحابهم، بنعرف بقى اسمه وينج وعارف شين كويس قوي، وتقريبا الجزء اللي فات ده كان في المستقبل. المهم وهم قاعدين سوا كانوا بيلعبوا لعبه الصراحه، بس في واحد من صحابهم بيسال وينج سؤال بايخ حبتين، لانه بيسال لو كان بيحب شين، وساعتها وينج بيتوتر وبيقول له انه لسه متعرف على شين قريب، اكيد يعني مش هيلحق يحبها بالسرعه دي، لكن شين بتشيله من الاحراج ده وبتقوم مجاوباه هي على السؤال ده. والمفاجاه بقى انها بتطلع بتحب وينج اصلا من زمان، والمصيبه انها بتحبه من صغرها بس مداريه، والواد كان متفاجئ لدرجه انه بيتوتر اكتر، بس المشكله انه بسبب الاعتراف ده نفس صاحبهم اللي سال السؤال ده بياخده بينزل فيه ضرب. وقد ايه طعم الحب حلو لما يبقى مختلط بطعم الالم. بنعرف اسم صاحبه بيبقى جون، وبنعرف كمان انه واحد من ضمن عصابه كبيره، وكل الرجاله اللي حواليه دول بيسمعوا كلامه وجايبينه مخصوص عشان يخلوا وينج عبره لاي حد يقرب من شين، لدرجه ان جون بيتصل على شين عشان يخليها تتفرج عليه وهو بينضرب، على اساس بيبين لها انه ضعيف وما يستاهلهاش وكده، زي الافلام العربي القديمه كده. لكن شين ما بتكونش باصه لوينج بالطريقه دي وبتفضل تزعق مع جون عشان يسيبه، اما وينج فمش عاوزه اصلا تتورط في المشكله دي، وبسبب كلامه ده كل الرجاله اللي حواليه بينزلوا فيه ضرب لحد ما بيشوهوا وشه خالص. ساعتها جون بيسال شين سؤال واحد بس، يا ترى مين الاحق بيكي دلوقتي، يا شين انا ولا الضعيف اللي قدامي ده؟ ومع صرخه شين ووينج الاتنين سوا، وينج بيقوم متعصب وضرب اللي ماسكه بالروسيه ونطت من فوق الجسر قدام عيون كل اللي واقفين، بس كانوا خايفين لا يموت ويتورط في التهمه دي، علشان كده بيبداوا يتخانقوا سوا وكل واحد يرمي اللوم على اللي جنبه. اما وينج فهو بيغرق في المايه، فبيفضل يفكر في حبه لشين وانه لسه ملحقش يفرح بيها وخلاص هيفارق الحياه. وفي اللحظه دي وينج بيبدا يسترجع ذكرياته زمان لما كان في ابتدائي، والصراحه كان ضعيف برضه زمان، لدرجه انه كان مشهور بانه الطفل اللي بيعيط كتير وبيهرب من المواجهه، علشان كده محدش بيحب يقرب منه قد كده. وفي اليوم ده كان زعلان جدا لدرجه انه فضل قاعد قدام المدرسه حتى والسما بتمطر لحد ما شين قابلته وحاولت تهون عليه، وساعتها حس انها طيبه دونا عن باقي زمايله، وبقى مستغرب هي من امتى كانت طيبه كده. ومن هنا يا سيدي بدات قصه حب ليها بس في السر. خلينا بقى نرجع للحاضر ونشوف هو لسه بيغرق في الميه، وفجاه اخد باله من ضوء جاي من بعيد، فقرر يروح عنده يشوفه جاي منين، فاكتشف انه خارج من حجر شكله غريب شويه ومدفون تحت الميه. الحجر ده ما تنساش ان وينج يلمسه بس وقام متحول لشحنه كهربائيه وداخل جوه جسمه، ومن شده الالم كان وينج بيصرخ على اخره وهو بيتخنق اكتر وحاسس ان الدنيا بتطبق على نفسه ونور القمر بعيد عنه بمسافه طويله. الفكره بقى ان بعد شويه دوب ما عداش كتير لقى نفسه اتنقل لمكان تاني، ففكر انه مات وخلاص راح يتحاسب، لحد ما في صوت ظهر من جنبه وقال له انا خدامك يا سيدي، شبيك لبيك حجرك بين ايديك. ومره واحده قام نقول لنفس المكان اللي وقع منه من فوق الجسر، في مشهد غريب شويه ومش فاهمين ده حصل ازاي. وساعتها شاف جون وزمايله وهم بيدوروا عليه، لكن من غير ما ياخدوا بالهم منه قام مختفي تاني ومنقول للمدرسه. ووقتها
وقتها الصوت رجع يشتغل تاني عشان يفهم وينج انه طالع من جوه، ولسه وينج هيساله هو جاي منين ولا ازاي، لقاه بيقوله ان في حد بيقرب منه وجاي دلوقتي لنفس الفصل. فبسرعه وينج يستخبى من اللي جاي ده، وهو مش فاهم اي حاجه خالص، مين اللي بيكلمه ولا ليه جه هنا، وما بيعديش كتير وبنشوفه هو في بيته ولا كأن حاجه حصلت. كل اللي باقي من كل اللي حصل ده هم شويه الميه اللي جسمه غرقان بيهم، عشان يلاقي شين بتتصل بيه وهي بتزعق له، وكل ده عشان كانت قلقانه عليه ومش عارفه توصل له. شين بقى كانت عاوزه تبلغ الشرطه عن جون ورجالته، لكن وينج رفض وبطريقه فيها طريقه كده، قال لها زمانهم بيدوروا عليه على الجسم، وطلب منها تقفل كلام في الموضوع ده، ويعني مفيش حاجه تستدعي خوفها ده دلوقتي بعد ما اطمن عليه، وراح قافل في وشها على طول. ولسه يا دوب بيرتاح لقى نفس الصوت طالع من جوه تاني، وملحقش يسال جاي منين، لقاه نقل لنفسه المكان اتضايق مره تانيه عشان نكتشف المكان ده يبقى موجود جوه المكعب اللي لقاه. هو من بره يبان مكعب لعبه ما يسواش حاجه، انما في عرف الفيزياء وقوانينها فهو عالم كبير جدا، حاجه كده اشبه ما يكون بعالم افتراضي. وبيبدا يتعرف على وينج ويعرفه بنفسه، وبيقول له ان يبقى ملكه من يوم ورايح، ومقابل كده هيديله قوه هايله تساعده يعدي اي حاجه. فبيستغرب وينج وبيساله اشمعنى هو يعني وليه عاوز يديله القوه دي، فبيرد المكعب وبيقول له عشان ابقى ملك العالم كله. وبيبدا يوري له قدرته دي عامله ازاي، يعني مثلا تعالى نتعرف على شويه منها. يقدر ينقله في كل حته بسرعه، ويقدر يديله قوه على الطيران، على شويه شحنات كهربائيه تساعده يقضي على اي عدو ليه. وتخيل كل دول موجودين في مكعب مش عفريت مصباح، وينج هيبقى عامل ازاي؟ وكل ده برضه ولسه وينج مش مصدق نفسه ولا مستوعب اللي بيحصل. المهم وينج بيطلب منه يدربه اكتر على القوه دي وازاي يستخدمها، فالمكعب بيعرفه انه يقدر يتخيل اي حاجه في دماغه وساعتها تتحقق في الواقع. عامل كده زي ما بتكون بتتمنى حاجه وبتتحقق بس من غير ما تقولها، بس بشرط ان الحاجه دي ما تحصلش غير بعد ما تشحن جوه المكعب. يعني مثلا لازم المكعب يشحن طاقته الاول في خلال دقيقه وبعدها يحقق الامنيه دي. وطبعا وينج لسه مش مستوعب الكلام ده، فبيطلب منه يفرجه على جزء منها. وقتها المكعب بيطلب منه يتخيل الاوضه بتاعته وهو يفرجه عليها زي ما يكون قاعد جواها. وفعلا وينج بيسمع كلامه وبيغمض عينيه عشان يتخيل اوضته، بيلاقي نفسه جواها بس مش بجسمه، بعقله، وبيشوف تفاصيل كل اللي في الاوضه ولا اكنه جواها فعلا. والمكعب كمان ما بيستكفيش بالاوضه، ده بيخليه يشوف العماره كلها بالناس اللي نايمين فيها. ومن كميه الطاقه اللي طالعه من وينج ما بيقدرش يستحملها وبيغمى عليه فورا. وعلى ما بيفوق بيلاقي نفسه نايم على السرير ومش عارف مين اللي نقله، لكن المكعب بيعرفه ان هو اللي ساعده وخلاه يفوق، وبيعرفه انه لو مش عاوزه يقدر يرفضه وهو هيمشي على طول. بس وينج كان بيفكر بالعقل البشري حبتين، اللي هو الانتهازي ده، لانه بيفكر انه هيبقى عنده قوه كبيره ويقدر يقاتل اي حد ويتغلب عليه. ما هو مش بالسهل هيقدر يواجه خوفه بقى، لكنه بيقوم يدور على اللي صنع المكعب ده على النت وهو بيتكلم معاه. بس المفاجاه ان المكعب بيعرفه انه مفيش حد صنعه، زي ما تقول كده صنع نفسه او اتوجد من العدم. وطبعا مفيش الكلام ده في الحقيقه، بس هنتخيل معاهم. المهم وينج بيلاقي تليفونه بيرن من شين اللي بعتها له رساله تطمن عليه، وساعتها كل اللي حصل بالليل بيمر قدام منه، وبيفكر اللي جون عمله وان ممكن شين تعاني بسببه هي كمان. علشان كده نظره الانتقام بتشتغل جواه، وبيقرر يروح يعلمه الادب على اساس يبعد عنها وكده. وبيطلب من الحجر انه يساعده، لكن الحجر بيعرفه انه لازم يرقي المستوى بتاعه، عامل مثلا زي الايديت بتاع البرنامج اللي بيجي كل شويه ده. بس الفرق بين البرامج وبين المكعب انه عشان يرقي نفسه لازم وينج يجمع مجموعه احجار كبيره، ودول بيسموها احجار الطاقه. يعني كل ما تجمع احجار اكتر كل ما مستوى طاقتك يعلى. هو ده بقى الايديت بتاعه. ومن هنا بيبدا المكعب يسيطر على وينج، بمعنى ان وينج نفسه بقى متحمس يجمع الاحجار دي عشان يقوي نفسه، وبيبدا يلف في كل مكان على اساس يجمع احجار كتير. ومع كل حجر بيلاقيه يدخل جوه المكعب يحطه في فجوه معينه، الفجوه دي بتقوم بلعه الحجر، فبيقوم المكعب شاحن نفسه ومعلم من مستواه. وهكذا بقى مع كل حجر يلاقيه. بيتعدى اول ليله مع الحجر لدرجه ان وينج ما بيحسش بيها، وبيصحى متاخر على المدرسه. بس كل ده كوم، واللي شين بتعمله كوم تاني، لانها بتستلم وزعيق وتهزيق عشان قافل تليفونه ومش عارفه توصل له. ويا بنت داري اللي جواك شويه، ابدا مفيش، الحب مولع في الذره على دخل جون عليهم. وساعتها وينج بيستخبى منه على طول، لكن جون كان جاي يدور عليه عشان يثبت لشين انه ضعيف. ويا بنت حبيني بقى، انت ماشيه مع الضعيف ده ازاي؟ بس جين بتدافع عن وينج بكل اللي تقدر عليه، تقولش من بقيه اهلها. المهم جون بيتعصب قوي بسبب اللي جون بيعمله، وبيقوم عشان يمسك فيه، ولسه هيتخانقوا بيدخل المعلم يطلب منهم يخرجوا بره. وقتها جون بيتوعد وينج انه هيقابله بعد المدرسه ويعرفه ازاي يتحداه بالشكل ده. شين بقى بتحاول تمنع وينج انه يروح يواجهه، لكن وينج ما بيسمعش كلامها وما بيقولهاش على اللي هو ناوي يعمله، وبيقوم رايح مقابلهم في النادي. وهناك وينج بيقف يتحدى حوالي 13 واحد. فلما بيسأل المكعب نسبة الفوز بتاعته قد ايه، بيقول له ما تتعداش ال 20%. ساعتها وينج بيضحك ويقول دول حلوين قوي، لانه لما كان بيواجه حد قبل كده كانت نسبة الفوز دي اصلا مش موجودة، فكون في نسبة فوز فممكن تزيد اكتر مع الوقت. وبيتحدى جون انه يواجهه. وقتها في
راجل من رجالته اللي هو بيدخل مكانه، لكن وينج بيبقى واقف مبتسم كده وكانه بيسخر منه علشان الراجل يهجم عليه، بس وينج بيتحرك بكل خفه ورشاقه ومفيش ولا ضربه بتيجي فيه. كل ده وشين على الناحيه التانيه بتحاول تتصل بيه لكن تليفونه مقفول. وزي ما قلنا قبل كده ان القرار اللي وينج بياخده والمكعب بينفذه لازم ياخد دقيقه على الاقل، وكل الوقت ده كان وينج بيأجل المواجهه عشان المكعب يشحن نفسه. وبعد ما الدقيقه خلصت وينج بيبدا يطلع نار من بقه، احم اقصد شحنات كهربائيه كتير، لدرجه انه سحب الراجل مرتين ورا بعض خلاه يقع على الارض ما يقومش تاني. ساعتها كل اللي كان واقف خايف منه، لكن جون بيبدا يضحك عليه بهستيريا، وانت بقى فزت على واحد هتقدر تفوز على كله؟ وبيقوم مسلط رجالته كلهم عليه مره واحده، شكلها تولع يا معلم. الواد وينج بينزل ضرب فيهم ولكنه الشبح اللي مفيش منه اتنين، واحد ورا التاني بيضرب فيهم على اخره، وكل ما واحد يحاول يقرب منه ينط نطه مترين لفوق ومحدش عارف يلمسه خالص. كل ده وينج بيحاول يشحن المكعب بتاعه لحد ما بتطلع منه طاقه كبيره بتدمر كل الرجاله دول، وما بيفضلش غير جون بس اللي واقف على رجله اللي مش مستوعب اللي شايفه قدامه، وازاي وينج قدر على كل رجالته دلوقتي هيقتله هو كمان. لكن وينج بقى بيوافق يسيبه مقابل انه يتصل على باقي العصابه ويجيبهم لحد هنا. وطبعا جون من كتر الخوف بيسمع كلامه وبيجيب الباقيين كلهم اللي بيبقوا جايين يضحكوا عليه، وانت بقى جايبنا عشان نتخانق مكانك ولا ايه؟ وبرغم انه حاله وينج ما كانتش احسن حاجه لانه بقاله فتره طويله بيقاتل، وكمان المكعب عمال يحذره يتورط اكتر من كده وبيفقد طاقته كتير، لكن وينج مكمل في التحدي بتاعه، وكل ده عشان خاطر عيون الست شين لانه عاوزهم يبعدوا عنها. وفي الوقت ده الرجاله كلهم بيهجموا عليه بس وينج بيهرب منهم، وهو بيطلب من المكعب يشحن نفسه بسرعه، وفعلا ما بيعديش كتير ووينج بيختفي من المكان خالص، وكل اللي واقفين ما كانوش مستوعبين اللي بيحصل ولا هو اختفى ازاي ولا حتى الكهرباء قطعت ليه، وبيبداوا يدوروا عليه في كل مكان. لكن وينج كان بيظهر ويختفي فجاه زي الاشباح، وبيجي من وراه ده ويضربه ويختفي تاني، وعلى ما جون يروح ينور النور ويتضير بيلاقي كل الرجاله واقعين على الارض. ساعتها بس بيتصدم اكتر، وامتى ازاي مش عارف ايه اللي حصل، على صوت مدير المدرسه بره بينادي عليهم، وبتطلع شين هي اللي جايباه لما شكت ان وينج ما سمعش كلامها وجه هنا، ودلوقتي جايبه المدير عشان ينقذه قبل ما يروح فيها. ما تعرفش ان الواد بتاعها مقطعهم كلهم جوه، بس على المدير بيفتح الباب بنكتشف ان جون ماسك وينج وعمال يضرب فيه، عشان نعرف ان وينج اتفق معاه يمثل قدام المدير انه ضربه، وساعتها محدش يعرف بقوته الجديده. وطبعا بعد ما وينج اتفق معاه انه يبعد عن شين وما يضايقهاش مره تانيه، وبيرجع وينج لمهمته الاساسيه وهي انه يرقي نفسه ويدور على احجار كتير، لكنه فلس من كتر ما بيشتري احجار، وعشان ما عادش معاه فلوس قرر يلف في كل مكان يدور يمكن يلاقي حجر واقع من حد والكلام ده، لحد ما بيوصل لمكان حجر موجود في غابه بعيده، بس المشكله ان الحجر ده مدفون تحت الارض جوه كهف عميق جدا. ساعتها المكعب بيساعدها وبيدخلها الكهف بكل سهوله لانه بينتقل عن طريق الشحنات الكهربائيه. في الوقت اللي وينج بيدخل في الكهف كان في تعبان ضخم شافه وبدا يقرب منه بالراحه، وكان لسه هياكله لقى وينج اختفى من قدامه فجاه، فقعد يدور عليه وهو مذهول من اللي بيحصل، وكل ما ياخد باله منه ويقرب من مكانه وينج يختفي مره تانيه. كل ده وينج مش واخد باله منه وعمال يدور على الحجر لحد ما اخيرا بيقرب منه ويمسكه بايده، ومشغول بقى في احلام العصار انه هيبقى قوي، ومش واخد باله من التعبان اللي جاي وراه، ولسه بيبص بيتفاجئ بالتعبان عاوز ياكله، لكن بيهرب منه بعجوبه وبيخلي التعبان يقع في بركه ميه، بس افتكر انه خلاص نجا منه، اتفاجئ بالارض تحت منه بتنهار وبيقع وراه في الميه، وساعتها التعبان بيبدا يقرب من وينج عشان ياكله، ووينج عاوز يقرب من الجاروف بتاعه عشان يضرب بيه التعبان، قال يعني الجاروف هو اللي هيقدر على التعبان بالضخامه دي؟ بس يا اخي شفت التخيلات اللي بتعمل اكتر من كده. وينج بيمسك الجاروف وبيجرح بيه التعبان فعلا، وبعدها المكعب بينقله جواه مره تانيه عشان يلحق يحط الاحجار اللي معاه ويرقي نفسه. كل ده هم غرقانين تحت الميه والتعبان بيلف حواليهم، وبعد ما بيعلي المستوى بتاعه بيقوم خارج من المكعب ومواجه التعبان من جديد، والمره دي بيقضي عليه تماما، وبيلاقي حجر جديد كمان تحت الميه، فيا سلام بقى هيرقي نفسه لمستوى جديد. في نفس الوقت وفي مكان تاني بنشوف جون وهو قاعد يندب حظه ومش عارف هو اتهزم ازاي من وينج، لحد ما واحد زميله بيقول له انه مفيش غير واحد بس هو اللي قدر يهزمه، ويقوم قايل له على اسم واحد اسمه لوشاه. يا ترى ايه اللي ورا لوشاه ده؟ هنعرف كمان شويه. اما الحاج وينج بقى فكان مقضيها حب ولفلفه مع الاخت شين، وخارجين في فسحه سوا ومقضيها قلوب حمراء، لدرجه ان لما شين بتلعب معاه لعبه بيفوز فيها بسهوله، ما هو بيشوف اللي محدش شايفه بقى، وعشان كده وينج بيطلع لها حجر صغير من معاه مرضاش يرقي نفسه بيه، وقال يقدمه لها هديه واستولى على نفسه، فشين فرحت جدا بيه وطلبت منه ترجع البيت تغير هدومها وتبقى ترجع له. وفعلا بعد شويه بنشوف وينج وهو مستناها في الشارع على اساس انهم متفقين بقى وكده، بس فضل واقف مده طويله وبيتصل بها مش عارف يوصل لها، زي ما يكون تليفونها فصل شحن او حاجه، لكنه ما بيحطش في دماغه وبيوهم نفسه انها هتجيله كمان شويه، بس لما بيفكر فيها شويه بيحس ان كل اللي بيحصل ده مش طبيعي، وخاصه ان عمرها ما قفلت تليفونها، عشان كده بيشك ان حصل لها حاجه، وبيطلع يجري على بيتها. بيكتشف ان المكان مليان شرطه ووالدتها واقفه بره تصوت وتقول هاتولي بنتي، وبيظهر ساعتها جون وسط الناس وكانه عارف
عارف حاجه لانه بيبدا يتسحب من غير ما حد ياخد باله منه، بس من حظه بقى ان وينج كان شافه وراح وراه، وطبعا مسكو نزل فيه ضرب عشان يعرف منه اللي حصل لشين. على الناحيه التانيه بنتعرف على لوشاه، واللي بنكتشف انه خاطف شين ومكتفها عنده وقاعد يلعب بينج بونج مع راجل عجوز، لكن من طريقته دي كان باين انه شخص خطر جدا. الفكره انه لوشاه عاوز يستجوبها تعرف ايه عن شيكو، وهقول لك مين شيكو ده بس كمان شويه وايه علاقتها بيه. بس البت شين بتطلع اصيله وبتفضل تنكر معرفتها بشيكو خالص لانها مش عاوزه تورطه في مشكله جديده، ولسه لوشاه هيديها بالبنيه. العجوز بيوقفه وبيعرفه انه ملهاش ذنب من ناحيته، ومن ناحيه تانيه طالما تعرف شيكو يبقى اكيد عندها حاجه كبيره وهيجي يدور عليها، ومش هيستفاد حاجه لو ضربها ولا اذوها لان كده كده مشكلتهم مع شيكو. وبيعرفوا انهم محتاجينها سليمه عشان يستدرجوا بيها لانها لو ميته مش هيستفادوا حاجه ومش هيقدروا يوصلوا له. ده حتى كان ممكن تطلع عارفه شويه معلومات يفيدونا قدام. وبسبب كلام العجوز ده لوشاه بيقرر يسيبها، ما هو معاه حق الصراحه، لكن بيبقى متضايق عشان دفع فلوس كتير واجر بيها رجاله عشان المعلم شيكو. ما هو مش هيعمل بيها اي اكشن ازاي، ما هو نفسه يضرب حد على الاقل. ولما لوشاه بيخرج العجوز بيعرف شينو انه قدر يساعدها المره دي، لكن مش عارف هيقدر يمنع لوشاه من غضبه تاني ولا لا، وبيقول لها ان من الاحسن ليها ان شيكو يجي بسرعه والا مش هتعيش مده طويله. على الناحيه التانيه كان وينج لسه بيستجوب جون عشان يعرف مكان شين. وقتها جون بيحكي له على كل حاجه وبيعرفه ان لوشاه ده اخطر رجل عصابات في المدينه ومحدش يقدر يقف قدامه ابدا الا ولازم يموت، ما عدا واحد بس اسمه شيكو. وتعالى بقى اقول لك هو مين. ده نفس الشاب اللي ظهر في البدايه من العدم بقى وبقى بيختفي وبيظهر، وده هو الوحيد اللي قدر يواجه لوشاه زمان لدرجه انه قطع له صباعين من ايده الشمال، ومن وقتها لوشاه عاوز ينتقم منه. شيكو ده كان شخص خطير جدا ويقدر يتحكم في قوه كبيره، عشان كده المره دي بالذات لوشاه دافع ومكلف على الرجاله يقدروا يوقفوه، ومن الاخر اللي يقدروا يمنعوا قوته من الظهور. وشايفين بقى كل الكلام اللي قلته فوق ده وينج ما بيحطش في دماغه خالص، لو كمان بيتريق عليه. وشيكو مين يا عم وبتاع مين؟ انا اللي يهمني البت بتاعتي اللي هروح احررها دلوقتي. فبيتصدم جون انه مش خايف من قوه لوشاه وانه ازاي يحك كده وهيدخل وسط رجالته. يا ابني ده شيكو نفسه مش هيقدر يواجههم، انت اللي هتقدر. المهم وينج ما بيأخرش طلب وبيقوم رايح للعماره المهجوره، وبيطلع عارف مكان شين بسبب الحجر اللي اداهولها من شويه. وبرغم ان طاقته كانت قليله الا كان المكعب قدر يحدد مكانها منه. الفكره بقى ان كان ماشي في المكان اللي بيستكشف فيه وبيشوف عدد الرجاله اللي موجودين، فبيعرف ان العماره دي مكونه من 7 ادوار كل دور فيهم جواه راجل، لكن اللي في الدور الارضي كان اخد باله منه وبلغ لوشاه، فلوشاه امره انه يقتله، ما هو ملوش لازمه بقى. المهم كان وينج خلاص دخل الدور الارضي وساعتها قابل الراجل الاولاني. فلما وينج كان هيفتح باب السلم الراجل قال له نصيحه ما تفتحوش. قال ايه؟ الباب ده موجود فيه حاجز لو ضرب قوته هترد فيه تاني، وعرف انه لو عاوز يعدي منه يبقى لازم يهزمه الاول. اما لوشاه فبيروح يقعد مع شين وبيقول له ايه رايك لو اتفرجنا على فيلم سوا، وبيقوم قايل لها اسم الفيلم البطل يتسلق البرج العالي، على اساس انه بيتريق على وينج يعني، لكن الحقيقه هو بيشغل لها كاميرات المراقبه عشان تشوف حبيبها وهو بينضرب. بس خلينا نلحق شويه الاكشن دول اللي بين وينج والراجل الضخم ده. في البدايه كان وينج بيتحرك بسرعه كبيره ومش همه حوار الضخامه دي، انت جدا، بس القوه في القلب مش في العضلات خالص. وكل ده بيحاول ياجل موضوع الضرب شويه لحد ما المكعب يشحن الطاقه بتاعته، لكن بيتفاجئ بالضخم وهو بيديله بنيه جابت اجله. بس من حظه ان المكعب كان خلاص شحن طاقته، وساعتها ظهر مطرقه في ايد وينج ضرب بيها الراجل الضخم ده، جاب له صف اسنانه اللي قدام على الارض، وطبعا قدر يتغلب عليه واخد منه المفاتيح كمان. ووقت ما كان طلع يجري على السلم ما هو فرحان انه هيوصل لحبيبته بقى، قابل خنجر لولا ستر ربنا كان زمانه رشق فيه. وساعتها بيظهر واحد تاني واللي بيتحكم في الخناجر بطريقه كبيره، وبيعرفوا انه مش معنى ان هزم الراجل اللي قبله انه يقدر يهزمه. وده يا عزيزي لان كل طابق فيهم متوزع فيه راجل على حسب مستواه، وزي ما تقول كده زي ما انت بترقي مستواك هم كمان متوزعين بنفس المستويات، يعني كل طابق فيه اقوى من اللي قبله. وبيعرف وينج انه لو عاوز يقابله يحصلوا على الدور التاني، وفعلا وينج ما بيأخرش طلب وبيجري وراه، وبيسمعش كلام المكعب اللي بيقول له ان نسبه القوه بتاعته معديه 78%، يعني اعلى من مستواه هو بمراحل. لكن وينج مش حاطط قدامه غير انه ينقذ شين وبس. وبتدور مواجهه شرسه بينه وبين راجل الخناجر ده اللي كان بيتحرك بسرعه كبيره ومحدش قدر يوقفه. بس فجاه المكعب اشتغل من تاني وينج قدر يتوقع حركاته، فقام مديله ضربه في الحته الفاضيه، ومنعرفش ايه اللي حصل بعدها عشان بنروح احنا اللي بعدها على طول. وساعتها بنشوف راجل وبنت بيتكلموا مع بعض عن قوه وينج، وان لو قدر يهزم شخصين من ذوات القوات الخارقه يبقى اكيد
اكيد شخص قوي جدا، لكن البت بتقول انه اكيد طعمه لذيذ ليهم وهيستمتعوا باكله. اما وينج فكان وصل للدور التالت، وهناك قابل راجل يبان عجوز حبتين لكنه قوي جدا، لدرجه ان لما وينج بيحاول يضربه بخشبه ما بتتاثرش فيه، وبيقوم موقعه على الارض وراجع مكتفه تاني عشان يقتله، وبيعرفه ان مفيش حد قدر يفك الماسك بتاعه دي قبل كده. لكن وينج بيطلع خنجر من معاه بيجرحه بيه، فبيخليه يسيبه غصب عنه، ولسه بيحاول يديله بالبوكس في صدره، ايده هو اللي بتوجعه. وده لان العجوز اللي قدامكم ده مقلب بالراجل الحديدي، يعني لا تقول شاكوش ولا مطرقه، ده عاوز بلدوزر يدوس فوقه. وبيدور الضرب في وينج اللي بيحاول يهرب منه باي طريقه، وحالته بقت حاله ووشه بقى شوارع. وكل ده مستني المكعب يشحن طاقته تاني، بس على ما يشحن هيكون خلص. وبرغم انه بياخد ضربه قويه في وشه بيقع بيه على الارض، الا ان المكعب كان شحن اخيرا. وساعتها وينج بيقوم من على الارض والراجل مش مصدق انه لسه عايش بعد البوكس ده. وفي اللحظه دي وينج بيتريق عليه وبيقول له خلصت اللي عندك يا اخي، ده انا كنت بسخن الاول، دلوقتي جه دوري. وجسمه كله بيطلع كهرباء من كل حته، وبيطلع طاقه رهيبه بيجمعها كله ببنيه واحده وبيخلص بيها على العجوز. كل ده ولوشاه لسه قاعد بيتفرج ومش مصدق اللي بيحصل. وبقى دول الرجاله اللي انا دافع فيهم دم قلبي مش قادرين يقتلوا عيل سيس زي الواد ده. لكن العجوز بيهديه وبيقوله انه اكيد مش هيقدر يعدي من المستوى اللي بعد كده، وانه لو كان اللي قبل كده ضعاف فعمره ما هيقدر يهزم اللي جايين، لانهم هياكلوه حرفيا. واللي بيتكلم عليهم دول يا عزيزي هم نفس الراجل والبنت اللي كانوا بيتكلموا مع بعض من شويه، وواضح كده انهم مستواهم عالي جدا. اما وينج فكانش قادر يصلب طوله اصلا، وبرضه مصمم يكمل في اللي بيعمله. ولما بيسال المكعب عن مستوى القوه اللي هيقابلوهم المره دي، المكعب بيقول له انه مش هيقدر يحددها، وده دليل على انه داخل على منعطف تاريخي مش هيشوف بعديه تاني. بس برضه مصمم ينكش الشين حتى لو كان هيموت بسببها، وبيجري على الدور اللي بعده كله حماس، لكنه بيبقى متعصب جدا. والمكعب بيطلب منه انه يهدى لان ده هيأثر على قوته البدنيه ومش هيقدر يركز كويس. لحد ما بيوصل للدور الرابع والمكعب بيقدر يحدد هما كام شخص، واول ما بيدخل كده البنت والراجل بيبصوا له وبيبتسموا وكانهم مبسوطين انه وصل لهم. الغريب بقى يا صديقي ان البنت بتجري عليه وبتحط جهاز على صدره كانها بتقيس نبضات قلبه او قوته عشان يقدروا يحللوها كويس قبل ما يواجهوه. وبعد ما بتعرف قوته عامله ازاي بتضحك وبتقوم مدياله بنيه. وينج مستغرب من طريقتها دي خالص وبيحاول يرد عليها بطريقه، لكنها بتتفادى الضربه ولكن في حاجه بتحصل، وبتدور الضرب فيه بالرجل. فبيحاول وينج يوقفها لكنها بتديله رجل ترميه 50 متر لورا. هو مش فاهم ايه اللي بيحصل، وهي بتهجم عليه فعلا ولا بتتكلم معاه، وشايفين بنت صغيره فمش عاوزين يأذوها. ووقتها الراجل بيطلب منه يكتب وصيته الاخيره عشان البنت تكمل وتقوم مدياله رجل لازقه في العمود اللي وراه. بسببها بيحس ان اسنانه اتطبقت على بعضها، وبيقوم متعصب بقى وانت اللي جبتيه لنفسك، وبيناولها بنيه في وشها بتجيب دم من مناخيرها. لكن البنت بتضحك وانها مستمتعه انه ضربها، وبتدور في الضرب بلوكمات كتير، وكل ما يحاول يقلدها ترد عليه بضربه اقوى وطريقه اغرب، وبتبدا تتحول لشكل غريب كانه فيه وحش جواها. فالراجل اللي معاها دي بيقول لها تهدى وتستخدم قوتها البشريه، لكنها بتزقه وتقول له مالكش دعوه انت، وبتقرب من وينج وهي عايزه تاكله، وبتهجم عليه بمخالبها تقطع من جسمه. وكل ما تاخد لحسه من دمه تتحمس اكتر، لكنها بتستخدم اسلوب التعذيب قبل ما القتل زي فيلم بوحه كده، تصدق سلخت قبل ما تذبح. ساعتها بس وينج حس انه لازم يقاتل بجد، وحاول يهجم عليها بس مش قادر يحدد مكانها ولا قوتها، ولسه البنت هتندمج اكتر وتتحول لوحش. اما الراجل اللي معاه حادف على ابرتين مخليها يغمى عليها. في الوقت ده وينج بيحس ان في حاجه غريبه، وبيقول لنفسه ايه بقى، لازم استنهز الفرصه دي وادور على حاجه اقضي عليها بيها. لكنه ما كانش يعرف ان الراجل هو كمان عنده قوه كبيره، واللي بيقدر يتحكم في الهواء يعلمه شبه الاعاصير كده ويهجم بيها على وينج. وبيقرر يواجهه مكان البنت بدل ما تقوم وتتحول وتبهدلهم كلهم. الفكره بقى ان كان كل ما يبعد عن البنت تحول تفوق، ولو فقت زي ما احنا عارفين هتبهدلهم كلهم. عشان كده بيرجعها تاني وبيقرر يعمل لها ودن مع وينج المره دي. فوينج العبيط بيحاول يستفزه وانت اكيد خايف مني والكلام ده، لكن الراجل بيعرفه انه مش عاوز يقتله دلوقتي مش اكتر. وطبعا بيحاول يوقف الشر اللي هيحصل لو ساب البنت، وبيديله عقد انه عامل معاه معاهده سلام دلوقتي، لكن المره الجايه لما يواجهه هيبقى يعرفه قوته عامله ازاي. ويا دوب وينج بيكمل طريقه الراجل بيبدا يتكلم في التليفون مع بنت اسمها ميشا، وبيطلب منها توقف المهمه بتاعتهم دلوقتي احسن. لكن الخط بيتقطع فجاه وبنشوف ميشا وهي نايمه على الارض عشان نتفاجئ بوجود واحد واقف جنبها، وشكلها كده هتولع يا معلم. عند لوشا بقى كان بيواجه مشكله تانية، وهي ان العجوز اللي معاه بيطلب منه يوقفوا اللي بيعملوه بسبب معاهده السلام اللي حصلت، وانهم مش هيقدروا يقتلوا وينج دلوقتي لانهم هيخالفوا معاهده السلام. الفكره ان لوشا بيحاول يقنع المقاتل اللي معاه اللي اسمه تشو يخالف المعاهده دي ويقتل وينج، لكن العجوز بيعرفه انه ما يزهقش تشو لانه اخطر واحد في المقاتلين، ومش عارفين لو عصبوه يعمل فيهم ايه. وحتى تشو نفسه ما بيبصلوش لانه ما بيقاتلش بسبب الفلوس، وطالما في معاهده اتعملت فلازم يحترمها. لكن غرور لوشا واصراره انه يستنى يشوك عشان يقتله
مخليه مش شايف قدامه وعاوز يكمل اللي بيعمله حتى لو كان هيموت قصادها. ما يعرفش ان في حد تاني خالص غير وينج ظهر في المكان، واكيد هو شيكو اللي مستنيه. بس يا ترى بقى لما شيكو ووينج يتجمعوا الاتنين سوا هيعملوا ايه؟ وهل هيبقوا مع بعض في نفس الفريق ويقضوا على شاور رجالته، ولا يفتكروا انهم اعداء لبعض ويواجهوا بعض؟ ده اللي هنعرفه المره الجايه ان شاء الله. لحد هنا بيخلص الجزء الاول معانا، اتمنى يكون عجبكم واستنوني في الجزء الثاني. وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات، ولو في حاجه مش فاهمينها قولوا لنا عليها واحنا هنجاوبكم. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا سلام.